يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. لو اول مرة بتشوفوني او اول مرة بتتابعوني، فضلا منكم يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. مفيش تعليق على القصة، هنعلق بالصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: أنا عندي 37 سنة، جوزي أكبر مني ب18 سنة، بيحبني جدا وأنا كمان بحبه جدا. طبعا قبل الجواز ما كنتش أعرفه، هو جايلي عن طريق واحدة قريبتنا، كان بيدور على عروسة واتقدم لي. كنت قبل ما يتقدم لي كنت بحب ابن الجيران، كنت بحبه جدا، كان ساكن في العمارة اللي قصادنا. اللي شايل هو اصغر واحد في اخواته وشايل مسؤوليه اخواته كلهم، تحس ان هو الكبير، عنده حنيه وطيبه الدنيا كلها، ودايما اللي في ايده مش ليه، وطول عمره خير وبر بوالديه وباخواته وباهلي وبكل الناس، طيب جدا ومحبوب من الناس كلها، وعشنا حياتنا مبسوطين. فضلنا اول 6 سنين مبسوطين مع بعض جدا. طول عمره وهو مسافر كان هو برضو في الدولة اللي هو قاعد فيها، عنده شقة هناك. يقول لي تعالي. رحت مره بصراحه ما عجبنيش الوضع وحسيت ان انا غريبه مش بلدي، قلت له لا انا هرجع مصر وهقعد في مصر، مش هرجع هنا تاني، يبقى اجي كل فين وفين ماشي، ابقى اجي لك زياره وخلاص. لكن انت ما انت كده كده كل 4 شهور بتنزل مصر يعني وبتيجي تقعد معايا. في مصر بقى كان عندنا شقق كتير، كان عندي شقة في بيت والدته دي كان جايبها، يعني مش نتجوز فيها، هو كان بصراحة ال3 شقق الأساسيين مجهزهم وسايبهم في أي وقت ننزل فيهم ونقعد فيهم. ما كانش عمره ما شرط عليا ان انا اقعد في حته معينه. طول عمره بيكلمني فيديو كول طول النهار مع بعض، طول النهار عارفين هو بيعمل ايه وانا بعمل ايه، ما بنفرقش بعض غير عن نومه، يعني عايشين مع بعض بس صوت وصورة من غير جسد. طول عمره واثق فيا وانا واثقة فيه وبحبه جدا. بعد ال6 سنين طبعا مامته هو كان طالب مني بس فترة غيابه ان انا اقعد في الشقة بتاعت مامته، مش شرط يعني ال4 شهور، المهم ان انا اقعد مع مامته، ادي احس بوقت ما عايزة امشي. بس كان سايب لي حرية الاختيار في كل حاجة بصراحة. حياتي معاه اتعاركنا حتى او اتخاصمنا او ان احنا زعلنا بعض في اي حاجة، عمري ما سمعت عن مشكلة بيني وما بينه زي اي 2 متجوزين. كانت حياتنا هادية وحلوة جدا ومبسوطين جدا وعيشتنا كويسة جدا والحمد لله. عمره ما عز على اي حاجة، كان كل ما يجي كل سفرية يجيب لي حاجة دهب معاه وهو جاي، كان جايب لي دهب كتير وكمان كان بيكتبه باسمه، كانت باسمي والفاتورة تبقى باسمي. ويقول لي شيلي للزمن يا عالم بينا، اقول له عالم ايه، احنا الحمد لله مش محتاجين اي حاجه وانت مش مخليني محتاجه حاجه عشان يا عالم بينا. فكنت دايما الكلمه اللي بقولي لما حد بيموت ما بياخدش حاجه معاه، كفايه ان احنا عايشين مبسوطين مع بعض وخلاص. انتوا عارفين الناس الكبيره والستات الكبيره والستات الفلاحين طول عمرهم ما بيعيبوا على الراجل في حاجه، طول عمر الست هي اللي معيوبه والست هي اللي بيطلع فيها العيب، حتى لو ما كشفتش وراحت عند دكتور تفضل هي الست اللي معيوبه، الراجل ده ما بيطلعش فيه عيب ابدا. وعمر الست ما هتعيب في ابنها، تقول لي يا بنتي لسه ما حصلش حمل، يا بنتي ما فيش حاجه جايه في السكه، والله يا ماما بس ده النصيب، عشان احمد طول عمره مسافر مش هينفع يعني، بيبقى الوقت قصير يعني وكده، عشان كده الحمل متاخر شويه، واحنا ما بنفكرش في الموضوع ده يا ماما، احنا قاعدين مبسوطين ببعض وانا مقصره معاكي في حاجه. وقالت لي لا انا نفسي اشوف عيال ابني قبل ما اموت. ما حطيتش كلامها في دماغي بصراحه، وجي السفريه التانيه وقعدنا مبسوطين ولا في اي حاجه. السفريه اللي بعديها قعدت افكر في كلامها واقول صح، كل اللي عنده ده انا ما بخلفش ليه، كل اللي عنده ده هيروح لمين؟ في الاخر هيبقى لمين؟ اجيب حته عيل، انا كل الورث اللي عنده ده هيروح لمين؟ المهم لما جه السفريه الجايه قلت له بقول لك يا حماده انا لازم نروح لدكتور، احنا ازاي ما فكرناش في موضوع الخلفه، احنا بقالنا 6 سنين اهو، مفيش حاجه. قال لي عادي يعني مش في دماغي حاجه، عايزه تروحي للدكتور تعالي نروحه. قلت له ماشي. المهم رحنا للدكتور وعملنا التحاليل وعملنا كل حاجة، طلع هو عنده عيب خلقي، عمره ما هيعرف يخلف، حتى لو بالعمليات لو بالحقن الحاجات اللي طالعة جديدة عمر ما حاجة هيعرف يجيب ولاد. يا فرحانة جدا ان تحاليلي طلعت نضيفة وما فيهاش اي حاجة، كنت مبسوطة برقص من جوايا ومتهيألي كان باين على وشي، بس في نفس الوقت زعلانة عليه ومتأثرة برضو ان انا عمري ما هعرف اخلف. نزلنا من عند الدكتور، طول السكة طول العربية ما اتكلمش خالص ولا فتح بقه بأي كلمة. وانا حبيت خصوصيته فقلت سيبيه لما نروح البيت نبقى نتكلم. المهم طب تعالى يا حماده نتغدى بره، هي دي الكلمه يمكن اللي قلتها، تعالى نتغدى بره ونغير جو. قال لي لا انا عايزه اروح، وروحنا. تعالي انا عايزك في كلمتين. قلت له اتفضل يا حبيبي في ايه؟ قال لي لا بصي انا هقول لك على كلمتين، انا مش هقدر احرمك من الامومه، ومش هقدر اقول لك خليكي لسه معايا افضلي معايا، يعني لو عايزه تطلقي انا
عادي يعني مفيش مشاكل، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. ما هاخد حق مش حقي، ولا عمري هخليكي تتحرمي من كلمة ماما، وتقدري انت لسه صغيرة تقدري تتجوزي واحد تاني وتخلفي وتجيبي اولاد يعني وتعيشي حياتك. قلت له ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده وايه الكلام اللي انت بتقوله؟ لا انت حبيبي وما ينفعش تقول كده، كفاية عليا، انت ابني، انت دنيتي. المهم انا كنت وجاية في العربية قاعدة الشيطان عمال يلعب في دماغي، طب يا رب احنا مش هنخلف، طب كل اللي عنده ده هيروح لمين؟ ما اتأثرتش بالموقف ان انا ابقى حزينة او ان انا يبقى لازم ابقى ام. لا انا كان كل اللي فكري او كل تفكيري ان انا فلوس، وان الفلوس دي كلها هتروح لمين، وان انا لازم اثر عليه في بموضوع الخلفة ان هو يكتب لي كل حاجة. قلت له لا انا مش هتطلق وخلاص، الموضوع ده انساه، وانت ابني وجوزي وحبيبي واخويا وكل حاجه ليا في الدنيا، وما تقولش لحد على الموضوع ده، ولا ان احنا رحنا لدكتور ولا اي حاجه. قال لي خلاص واكننا ما عملناش حاجه. طب انا داخل انام، قلت له لا ما تنامش، احنا لسه هنتغدى ونقعد مع بعض في ايه، خلاص ولا كاننا رحنا ولا كشفنا ولا اي حاجه، ونعيش حياتنا طبيعيه. واتكلمت معاه بنرفزه عشان يعني اسيطر عليه ان هو يقعد. وهو كان من اقل كلمه كان طيب جدا، وكان بيسمع يعني بيسمع الكلام لاي حاجه كلمه، وما كانش بيحب يزعلني. المهم قعدنا واتبسطنا وما فيش اي حاجه بس انا حاسه ان هو من جواه قهران وزعلان. حتى هو واخدني في حضنه ومنيمني في حضنه، حاسه كل تفكير الشيطان قاعد معايا ان انا الفلوس دي هتروح فين، مش في دماغي بقى اي حاجه تانية غير كل الفلوس اللي عنده والورث اللي عنده ده هيروح فين. المهم احنا متعودين نكلم بعض فيديو كول كل يوم، يعني تفاصيل حياتنا عارفينها احنا الاتنين عن بعض. المهم بنتكلم ونهزر، وهتروحي فين وهتعملي ايه، هتقعدي هنا ولا هتروحي عند ماما، وعايشين حياتنا كده. طول فترة سفره قاعد معايا مش عارفة اعمل ايه، طب يا ربي خليه يكتب لي كل حاجة ازاي، طب اعمل ايه، انا كده ماليش هيبقى ليا ورث غير ورث الشرع التمن، يعني مش هيبقى لي حاجة، اخواته هياخدوا كل حاجة. هو كان عنده اخين واخت، وطبعا هم كلهم مخلفين الا هو. طبعا عشنا حياتنا وفضلنا بعديها سنة على الموضوع ده عايشين حياتنا طبيعي. بعد كده رحت جايه بقى مكلماه لما رجع السفريه اللي بعديها، يعني بعد السنه دي. قلت له يا حماده انا نفسي عايزه اقول لك على حاجه بس ما تفهمنيش غلط. قال لي قولي في ايه. قلت له بص انا نفسي تكتب لي كل حاجه باسمي، عشان خاطر لما بعد الشر بعد عمر طويل اخواتك هياخدوا كل حاجه، وشقك وتعبك هيروح لهم، وبعدين هحس ان انا ضحيت بكل حاجه على الفاضي، مش هيطلع لي حاجه. قال لي لا بقول لك ايه، يعني انت قاعده كل ده عشان خاطر الفلوس، يعني انت بتساوميني؟ قلت له لا والله مش قصدي، بس انا ما عرفتش اعبر عن الكلمه كويس، فهو ده اللي جه في دماغي فانا قلتها لك، انت عارف ان انت دنيتي وخلاص انت ابني. قال لي بصي انا ما بخالفش ربنا، ده شرع ربنا، انت ليكي الطن والباقي يروح زي ما يروح، مالكيش دعوه، انت ليكي تاخدي حقك وخلاص، انا مش هخالف شرع ربنا. وكفايه ان انا كاتب لك في اول الجواز الشقه اللي انت اخترتيها واللي انت عوزتيها انا كتبتها لك، وبجيب لك ذهب وفلوسك، غير حقك الشرعي هتاخديه. ما تفتحيش الموضوع ده تاني وما تتكلميش عشان ما تزعليش. دي كانت اول مره في حياتنا ان احنا نتكلم في حاجه زي دي، او ان احنا نزعل من بعض او نتضايق من بعض. قال لي لو سمحتي ما تفتحيش الموضوع ده وما تتكلميش في الموضوع ده تاني، انا مقصر معاكي في حاجه ثم انت بتفولي عليا. قلت له لا يا حبيبي العمر ليك، وانا بس فكره جت في دماغي وحسيت ان انا هبقى مظلومه، وكل شقاك وتعبك ده هيروح على الارض. المهم سافر، وبعد كده في السفريه الجايه وانا بكلمه يعني فيديو كول هناك، فبقول له يا حماده انزل بقى، كفاياك كده وكفايه غربه وخلينا قاعدين مع بعض. انت بتتغرب لمين؟ خلاص بقى انت شقيت ياما، تعالى فضي الشركه اللي عندك وتعالى عيش هنا بقى في مصر، وخليك قاعد معايا هنا على طول. المهم فكر في الكلام اللي انا قلته له، قال لي انا طول عمري متعود على السفر وخلاص سافر على طول معايا بقى لمين بقى بعد كده، مش فارق، اديكي هتاخدي الطمن وخلاص، ودينا عايشين حياتنا مبسوطين. وليه على طول دلوقتي بقى كل كلامك وفكرك عن الميراث؟ هو انت يا بنت عايزاني اموت باي طريقه ولا ايه؟ انت هتقضي عليا عشان تورثيني؟ قلت له والله مش القصد، طول مسيطر على دماغي، والفلوس دي كلها هتروح فين لاخواته؟ ما بقيتش عارفه اعمل ايه. ولما جه السفريه اللي بعديها قال لي تعالي نروح اسكندريه نصيف، يعني نقعد في اسكندريه. المهم رحنا على اسكندريه واحنا ماشيين على الطريق السريع، فجت مقطوره وراحت خبطه الناحيه اللي ناحيته، مات في ساعتها. ومامته طبعا ما طلعش منها، يعني احنا وفي العربيه هو طلع الروح في ساعتها. حسيت بنغزة، وطبعا روحنا عملنا العزا، ومامته طبعا راحت على المستشفى، وطول ما هي قاعدة في المستشفى يا ابني يا ابني رحت ومت وسبتني يا ابني، طب ما كنتش غير انا وبنتها اللي معاها يا ابني، ما بقاش ليك حصة في الدنيا الا ما جبت حتة عيل. ما اعرفش الشيطان لعب في دماغي، وفي ساعتها جات لي الفكرة دي ازاي.
يا ابني لما في حتة عيل حتى تفرح ويكمل حصتك في الدنيا. قلت لها ايه يا ماما ده، هو انت ما تعرفيش؟ كنت انا قبل ما يجي حماده كنت عند واحده صاحبتي وكانت حامل وفرحانه بجهاز الحمل اللي هي عاملاه اختبار الحمل، وكان موجود على الترابيزه وكانت حاسه ان انا مبسوطه. طبعا جوزها كان عارف وكانت خلاص هي دخلت في الشهر الرابع، فاخدت منها الجهاز. كانت رايحه ترميه في الزباله، فانا طلعته من الباسكت بتاع الزباله وما اعرفش والله حطيته في شنطتي ليه. قلت لها اهو يا ماما ده انا حامل، ده احمد كان هيقول لكم واحنا في المصيف يعني عشان يفرحكم بالموضوع ده، عشان كده طلعنا اسكندريه. يا نهار ابيض يا حلاوه، ابني هيبقى ليه حس في الدنيا، سبحانك يا رب. وقعدت تشكر ربنا. وانا طبعا عماله افكر الحمل ده، طب انا هجيب العيل منين، انا مش حامل ازاي. المهم بعد العزاء فضلت قاعده افكر انا هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها واللي انا حطيت نفسي فيها، انا مش حامل. طبعا كنت لازم افكر بسرعه ان انا ابقى حامل ازاي. رحت رايحه لماما، كنت قاعده عندها فقعدت تحكي لي بقى عن حبيبي الاولاني اللي انا كنت بحبه قبليه، ده عامل مشكله مع مراته، ده قاعد عند مامته، ده مش عارفه ايه، كنت زمانك يا بنتي مش عارفه حظك ايه، الحمد لله على اللي انت فيه، ادي كنت هتموتي عليه والنصيب ده كل شويه شهر والتاني عامل مشكله وقاعد عند مامته. قلت لها يا ماما ماشي، انا هروح اسلم على مامته قبل ما امشي، انا بقالي بلكونه. فواقفه في البلكونه بشرب الشاي، لقيت مامته بتكلمني يعني من البلكونه، عامله ايه والبقيه في حياتك وشدي حيلك وايه اخبارك. لقيته هو طالع من جوه، البقيه في حياتك عامله ايه اخبارك. قلت له الحمد لله. رحت مشاوره له وعملت له ان انا عايزه رقم التليفون يعني. المهم لقيته واقف مستنيني تحت عند باب بيتهم، وانا نازله لقيته بيكلمني. قلت له عامل ايه اخبارك، وقعدت بقى قلت لازم اسحبه تاني رقم تليفونه. وقلت له هات ابقى كلمت متضايقه، طب تعالي اوصلك، طب مش عارفه ايه. قلت له لا انا عربيتي تحت هركب، طب اجي اوصلك، انا حاسس ان انت متضايقه. قلت له خلاص اديني رقم تليفونك وانا بس اما اروق كده هكلمك. تاني يوم على طول رحت مكلماه وقابلته بره، ما قابلتوش اول مره في بيتي. المهم قعدنا في كافيه، قلت له بص انا مش هقدر اقابلك في كافيه تاني عشان الناس هتقول ايه وشكلي وانا لسه جوزي ميت، انا عندي شقه في الحته الفلانيه هقابلك فيها. قال لي تمام. المهم بس علاقته بزوجته وان هو قاعد عند مامته، استغليت النقطه دي وبقيت كل يوم بقابله في الشقه. جه طبعا لما جه الشقه اول مره انبهر طبعا بالشقه، وانا كنت فستان بس قصير يعني وان انا اجذبه ليا. المهم حصلت ما بيننا علاقه اول مره، تاني مره فضلت كل يوم اجيبه لحد ما يحصل حمل. كان الموضوع ده لمده شهر ونص. حسيت بحاجه غريبه في جسمي، حاسه ان انا عايزه ارجع، حسيت باعراض الحمل اللي انا بسمعها من صحابي الكلام ده كله. المهم رحت رايحه للدكتور على طول، لقيت نفسي حامل. المهم بقى عاد لازم حامل، خلاص انا خدت منه اللي انا عايزاه، لازم اقطع علاقتي بيه. كلماه قلت له لا انت لازم ترجع لمراتك، ما ينفعش، واهل جوزي هياخدوا بالهم، واهل جوزي ابتدوا يحسوا ان في حاجه انا كده مش هينفع، واحنا عملنا حاجه غلط وغضبنا ربنا، لازم تصالح المهم قطعت معاه الموضوع وخليته وقلت له اللي حصل ما بيني وما بينك ده خلاص انساه، واكن دي وزة شيطان ومش هتتكرر تاني. انسى الموضوع ده ويا ريت ما تقولش لحد وخلاص على كده، احنا عشنا يومين حلوين مع بعض وخلاص، ارجع لبيتك ومراتك وولادك. قال لي تمام. ومشيت بقى، انا رحت لحماتي، قعدت بقى في الشقه اللي عند حماتي تحت، وكنت بس حاسه بنظرات اخواته، انت عايزين يقولوا لي انت جبتي العيل منين، انت حامل منين، طب ازاي اخويا بقى له فتره معاكي وما بقيتيش حامل كده مره واحده. المهم مامته هي اللي كانت واقفه في ظهري دايما وتعترضوا على اراده ربنا، لا ابني حسه في الدنيا. حسيت بقى ان حماتي بصالي من ناحيه ان انا بنت صغيره، ان انا شابه صغيره فوق جوزي على طول، كان دايما باصص لفلوس جوزي. طب هي فلوس، سمعته بقى وهو بيكلم حماتي، كنت انا لسه ولدت بقى وجبت العيل، بس دايما حاسه بالذنب اللي انا عملته، بس كان كل همي ان انا اخد الفلوس. عنده سنتين واخوه حب ان هو يتجوزني عشان خاطر ما طلعش فلوس اخوه بره. قلت خلاص اهو هتاخدي فلوس ده وهتاخدي فلوس ده وهتبقي عايشه في وسطهم، ولو يوم من الايام سر ابنك اتكشف هيبقى هو برضو جبتي لك عيل. هم مش 9 شهور، انا ولدت في السابع، بس بالنسبه لهم هم ال9 شهور. جبت ابني وجبت ولد وكان كويس جدا ومفيش اي حاجه. المهم حسيت ان حماتي عايزه تقول لي انت بنت صغيره ازاي هتقعدي لوحدك، انت لسه. في يوم سمعت ابنها بيكلمها بيقول لها فلوس اخويا هتروح بره، دي لسه صغيره ممكن تتجوز في اي وقت، انا هفكر ان انا اتجوزها. ولقيتهم هما الاتنين. الموضوع بصراحه عجبني وقلت ايه طب ما انا اتجوزه، هيبقى عندي ورث من هنا وورث بتاع جوزي، وهيبقى ابني متربي في وسطهم، وليه ما يبقاش لابني اخوات تانيين، ولو في يوم من الايام لا قدر الله تعرف سر ابني الكبير يبقى اولادي التانيين شايلين الورث كله وهاخد كل حاجه. كان الشيطان في اياميها مقدر على كل حياتي بصراحه.
خلفت العيل وجاء اتقدم لي يعني، وقلت له ازاي من غير مراتك ما تعرف وانا انت متجوز؟ امه راحت قايله لي خلاص هو الشرع محلل له 4 وهو هيلم عرض اخوه ولحم اخوه وهيربي ابن اخوه، وايه المشكله ان انت تتجوزيه وهي تبقى في بيتها وانت في بيتك؟ قلت لها يا ماما هي هتزعل وهتاخد بخاطرها، ما كانش هاممني تزعل ولا ما تزعلش. انا قلت خلاص بقى ادخل ابني في العيله، ولا اجيب عيل تاني ولا 2 ولا 3 هم يبقوا شايلين اسمهم برضو من العيله، لو في يوم من الايام لا قدر الله اتعرف الكبير مش ابنهم، عرفت ان انا هتجوزه ومراته عامله مشاكل. ابني ده واحنا ماشيين في يوم من الايام وهو كان معايا رايحه اوديه للدكتور، عملت حادثه بالعربيه، ابني قعد اسبوع في المستشفى وبعد كده مات. لازم تتجوزي اخوه، خلاص انت صغيره وانا حباكي وحباكي تفضلي في العيله. ومرات التاني عرفت وعامله له مشاكل، وهو بيقول لي انت هتبقي في بيتك وهي في بيتها، ومع مرور الوقت هتنسى وخلاص نكمل حياتنا مع بعض. عندتي ارادتي ان انا ما يبقاش عندك عيل منه، وانت رحتي جبتي عن طريق الغلط وعن طريق سكة الحرام والزنا. عارفة ده كده ربنا بيعاقبني ان هو اخد مني ابني اللي كنت بتمناه طول عمري ولا ايه؟ مش عارفة اتجوز اخوه واكمل معاه واجيب عيل منه واخد بقى الورث زي ما انا كنت عايزة ومخططة، ولا خلاص اسيبهم بقى كلهم رغم ان حماتي هتموت عليا ومش عايزاني امشي واطلع من عيلتهم اصلا. بس انا خايفة على شعور سلفتي وخايفة على شعور ان هي كرهتني من اولها وان هي حاسة ان انا هاخد جوزها منها. ولا خلاص اخد التمن بتاعي واطلع بقى من الورث واطلع من حياتهم. انا مش عارفة اعمل ايه. انا ندمانة جدا على الغلطة اللي انا عملتها في حياتي وعلى عيل ده ربنا حاسبني. اداني العيل اللي انا عايزة اخد بيه كل حاجة وفي نفس الوقت اخد مني كل حاجة في ساعتها. مش عارفة اعمل ايه، اكمل واتجوز اخوه ولا اطلع من عيلتهم؟ انت لازم تطلعي من عيلتهم، انت كده الشيطان وعملتي كل حاجة غلط، انت شيطان مسيطر عليكي. ايه الطمع وايه الفلوس؟ البني ادم راح في لحظة، يعني انت جوزك راح منك في لحظة في ثانية وكان عامل فلوس الدنيا والاخره، محدش بياخد حاجه معاه. اللي انت السكه اللي انت ماشيه فيها دي غلط، وما تخربيش حياه سلفتك وتخربي حياه اخوه وتخش في حياتهم عشان خاطر الفلوس. ايه الطمع اللي في البني ادمين ده؟ ارضي بقليلك وقولي الحمد لله. خلاص ربنا عطاكي درس واتعلمتي من الدرس وزنيتي وعملتي ميدي ربنا على اللي انت فيه، لا اطلعي من العيله دي وخدي التمن بتاعك واخو جوزك واللي سلفتك يربي عياله ويكملوا حياتهم زي ما كانوا هم عايشين، واطلعي بره العيله دي. بلاش طمع الفلوس وطمع النفوس اللي انت فيه ده. ايه يعني يا ستي؟ شوفي لك واحد تاني اتجوزيه وعيشي جيبي منه الامومه وهيبقى عندك ورثك اللي واخداه من جوزك. شيطانه مع الشيطان ذات نفسه. ابعدي بقى عن العيله دي وسيبي حب الناس دي ليكي وسيبي ذكرى جميله جواهم، وربنا ستر عليكي ومحدش عرف الموضوع وخلاص انت زنيتي والزنا ده كله راح بكل حاجه اخطأتي فيها. فخلاص استغفري ربنا وكفري عن ذنبك اللي انت عملتيه واطلعي. شوفي الناس هتقولك ايه. يا ريت دي قصه النهارده، يا ريت تقولوا لها تتجوز اخوه وتخرب حياته وتخرب بيته وتعيش في نكد، ولا تاخد مراسها اللي طلع لها الشرع بتاعها من جوزها الاولاني وخلاص على كده وتنسى خطيئتها. دي قصة النهاردة ودي حكايتنا، ويا ريت تقولوا لها تعمل ايه، ولايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم، والسلام عليكم.